السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. معانا في كل وقت المكرونه البشاميل الدايبه اللي انتوا شايفينها قصادكم دي، بجد بجد وهم. بصوا، عمر البشاميل اللي ما هيمسك ولا هيكلكع منكم ولا كل حاجه. جايبه لكم خلاصه الخلاصه النهارده. كل سنه وانتم طيبين. ونبتدي بقى. هنجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا. انا بحب دايما اعمل في اللحمه المفرومه كده، طبعا انتوا زي ما تحبوا. انا بجيب البصل اقطعه مكعبات صغيره، وفلفل اخضر رومي او حامي بقطعه مكعبات صغيره واشوحهم يا دوبك. بصوا، يبقوا دبلانين بس كده، يا دوبك دبلتهم مش اكتر من كده، ما خدوش لون مني. بعد كده هنزل عليهم باللحمه واقعد اشوح كده حبه حلوين كده بتاع دقيقتين 3 لغايه ما الاقي لون اللحمه اتغير وابتدى يظهر عندي لون ريحه اللحمه. احط شويه ملح وفلفل واجيب جزر وابشره. الجزر مش هيبان في الحشو نهائي، بالعكس ده هيديله تسكيره، خصوصا الجزر اللي موجود اليومين دول في السوق وهم بجد مسكر قوي. هنبشره، وطبعا هو هيدوب لانه مبشور رفيع، ودرجه حراره الحله مع البوتاجاز مش هتخليه خالص تماما. هنحط ملح وفلفل زي ما قلت لكم، والبهارات زي ما انتم عايزين. هنحط حوالي معلقتين 3 من الميه ونسيبهم يغلوا مع بعض كده اهو لغايه ما اللحمه تشرب ميتها، يبقى هي كده تمام. نيجي للبشاميل. لكل لتر لبن، يعني 4 كوبايات اللبن او كوبايه اللبن، بتاخد معلقه ونص من الدقيق، وبتاخد كمان معلقه ونص كبار، وبتاخد كمان 3 معالق من الزبده. انا هنا اهو مستخدمه كوبايتين من اللبن عليهم كوبايتين من الشوربه، وحاطه عليهم 6 معالق من الدقيق، وحاطه عليهم كمان حوالي نص كوبايه من السمنه. اهم حاجه السمنه او الزبده تكون اكتر علشان هنمنع الكلكعه. بصوا، هنقعد بقى ايه، اول ما السمنه او الزبده بتاعتنا نسيح ننزل بالدقيق ونقعد نقلب زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل لغايه ما الاقي الريحه بتاعته راحت خالص، واللون ابتدى بقى لونه عامل، شايفين الاصفر ده؟ يبقى هو كده حلو قوي، تكون اصفر فاتح اوعوا يغمق منكم. بعد كده هنزل بقى ايه باللبن والشوربه بتاعتنا. شايفين؟ لا غالية لبن ولا غالية شوربة ولا أي حاجة خالص، عادي زي ما كانوا هما سايبين كده، عادي مفيش أي مشكلة خالص تماما. وحطيتهم ودلقت، وبعد كده استخدمت ايه المضرب السلك ده. ما كلكعتش مني. ليه ما كلكعتش مني؟ علشان السمنة أو الزبدة محطوطة بكمية أكتر من الدقيق، فمش قافشين في بعض. بعد كده هحطهم واسيبهم يغلوا مع بعض. أول ما الاقيه بيعمل الفقاعات اللي انتوا شفتوها دي، يا دوبك فقاعة ولا 2 بابلز كده، واحدة ولا 2، اوكي تمام كده جدا. هروح حاطه طافيه عليهم وشايلهم على طول. البهارات بتاعتي بتكون ايه، ملح وفلفل بس يا جماعه، ما بحطش ازيد من كده، ما بحبش البهارات كتير. طيب نجيب بقى شويه المكرونه اللي احنا سنقلهم 5 دقايق بس. المكرونه ما بتتسلقش اكتر من 5 دقايق، وبعد كده بتتبرد او تشطفوها تحت الميه زي ما انتم عايزين. وهحط كبشه من البشاميل. المكرونه دي قد ايه؟ نص كيس، نص يعني اللي هو 400 جرام، انا حاطه نصهم. متفقين؟ وبعد كده بجيب الطاجن بتاعي. انا في الوقت اللي انا بعمل فيه البشاميل بكون بسخن الفرن. طيب، وانا بسخن الفرن بدخل الطاجن يسخن معاه، علشان انا عايزاه يبقى هو سخن والمكونات بتاعته سخنه، فما ياخدش وقت مني في الفرن، يبقى انا وفرت في الغاز بتاعي. بعد كده بجيب الطاجن بتاعي اهو، واحط بشاميل في القاع، وبعد كده احط مكرونه، وبعد كده احط اللحمه المفرومه بتاعتي واحط عليها بشاميل. هي اسمها ايه يا جماعه؟ مكرونه بشاميل. يعني البشاميل يبقى في كل حته، اجي كده الاقي بشاميل، اروح كده الاقي بشاميل. متفقين؟ حطينا البشاميل بتاعنا في كل حته اهو، وحطيت عليه المكرونه بتاعتي كمان، وحطيت بقى بقيه البشاميل كله عليها. طبعا البشاميل انا بكلمكم في لتر ومحطوط على 200 جرام مكرونه، طبعا لازم هتطلع جوسي. دي حاجه. الحاجه التانية، الدقيق اللي محطوط معلقه ونص بس، فما فيش كلام. والزبده بتاعتي كمان محطوطه بكميه وفيره. خلاص كده انا عديت كل الاخطاء اللي ممكن تخلي المكرونه بتاعتي محجره. الحاجه الاخيره برضو اللي مش هتخلي المكرونه بتاعتي شكلها وحش او طعمها وحش، الفرن. هنشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 180، شغال فوق وتحت مش 200. ليه 180؟ عشان يطلع اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، وما تطلعش واخده النار جامد كده فقفشت في بعضها. كده انا قلت لكم كل الاخطاء اللي ممكن تخلي المكرونه وحشه، وقلت لكم الطريقه الصح.